السلام عليكم. اما بعد كنتمنى تكونوا بخير واموركم مزيانه. الجريمه ديالنا ديال اليوم هي اللي غادي ديروا الا ما درتوش ليا دابا واحد سبسكرايب. الحلقه ديال اليوم على اليزابيث اللي مشات للمدرسه ديالها وما بقاتش رجعات. غادي نرجعو شويه اللور وتحديدا في 2006 في بلده لوغوف ولايه كارولينا الشماليه. كاينه اليزابيث شواف، واحد البنيه عندها 14 عام، عايشه مع باباها وماماها وعندها اختها وخوها كاي عائله طبيعيه. اليزابيث كانت فرحانه بزاف حيت كان هذاك هو العام اللي غادي تدخل الهاي سكول ديالها، ودارت العلاقه حب ديالها الاولى، المهم بحال اي مراهقه امريكيه. نهار 6 سبتمبر في 2006 وبحال كاع النهارات ماماها غادي تعيط في الدار تسول على اليزابيث، غايقول لها راه مازال ما جاتش. ولكن ديك الساعه اللي كانت 4:30 هما 4 معايش كيسالوا المدرسه، يعني 4:30 ل5 كاع الباص ديال المدرسه الا تعطل غادي يحط حدا الدار. ولكن لاله اليزابيث باقي ما وصلاتش وما عيطاتش حتى لماماها تقول ليها راه غادي تعطل ولا شي حاجه. ماماها غير سمعت داكشي غادي تخلع، وحيت هادو ماشي فعل اليزابيث ما كديرش بحال هادشي، ماماها غادي تخرج من الخدمه وغادي تمشي للدار. غادي تبدا اول حاجه بيت اليزابيث، غادي تقلبوا ياك ما هزات شي حاجه، يعني كتبين بلي انها غتخرج غادي تعطل ولا شي حاجه. ولكن ملي دخلوا للدار ولبيتها غيلقاو كل حاجه كاينه في بلاصتها، وبلي حتى حاجه ما كتبين بلي زعما غادي تعطل هذاك النهار. والدين اليزابيث غيبقاو جالسين كيتسناوها ها هي غادي تجي مازال ما جات. 7:30 ديال العشيه واليزابيث مازال ما دخلتش للدار. بما ان اليزابيث ماشي فعاله هادو وما موالفاش لها هادشي، والديها غينوضوا غادي يمشيو للبوليس. البوليس غالبا في هاد الحالات في الاول في السوايع الاولى ولا في النهار الاول ما كيديروش شي حاجه، حيت كيكونوا عارفين بلي زعما المراهقين ملي كيكونوا في هاد اللاج كيبغيو يديروا شي رياكسيون اللي تكون شويه كبيره، خصوصا ملي كيكونوا مقلقين ولا غضبانين زعما مع والديهم. You know, anytime a young person is missing, a lot of times they just run away. You know, they just get mad about something. فعلا البوليس غادي يجلسوا شي شويه، ولكن الوالدين ديال اليزابيث كيأكدوا وكيسطوا على ان اليزابيث راه ماشي نهائيا من النوع ديال البنات اللي الا تقلقات ولا غضبات غادي تنوض تهرب. We both know that she's not going to run away. That's uncharacteristic of her. She was not that type of child. البوليس ملي غادي يسمعوا هاد الهضره غادي يبداو التحقيقات ديالهم، وغادي يبداو بصحابها هما الاولين على امتى اخر مره شافوها وكيفاش داز النهار. صحابها غادي يقولوا بلي داز النهار زوين وما كانت فيه حتى شي حاجه اللي زعما خايبه، وكانت فرحانه بالعكس. والباص حطهم حدا فين كيحطهم ديما كل نهار، وكل واحد هبط وبقى غادي لدارهم. She was really happy because her aunt was coming down. We've walked about halfway up the road and a friend of mine's brother comes with his car and picks us up. She didn't want to ride. البوليس غادي يبداو كيسولوا الاسئله. الا هاد البنت نزلات بحال اي نهار وكل واحد مشى لدارهم، فين غادي تكون مشات هي وفين غادي تكون تعطلات حتى لهاد الوقيته؟ البوليس غيحسوا بلي القضيه كبيره على ان غير بنت عندها 14 عام وخرجت من المدرسه وما رجعتش. You just get that policeman's feeling, that gut feeling that, you know, this really looks like it's going to turn out bad. البوليس غيبداو التحقيقات الكبيره ديالهم، غادي يخرجوا الكلاب وغادي يبداو بالغابه هي الاولى اللي قريبه لهم للدار، والهليكوبتر كيدوروا في السماء والطوموبيلات ديال البوليس وكل شيء. وصحابها حتى هما غادي يديو يديهم مع البوليس النهار الثاني، وغادي يخرجوا تصاور ملصقه على اليزابيث، غيبقاو يلصقوهم في الحيوطه وفي الشوارع وفي الزناقي كيقلبوا عليها، ولكن ما كاين والو. النهار الثالث غادي يدوز وما كاين والو، والنهار الرابع حتى هو غادي يدوز وما كاين والو على اليزابيث، ما كاين حتى شي خبر. ماماها غادي يخرج لها العقل مسكينه. النهار الخامس حتى هو غادي يدوز وما كاين والو، وكل شيء بحال الا بدا كيعيا، بحال الا بداو كيفقدوا شويه الامل. واش اليزابيث اصلا باقا حيه؟ واش باقا كاينه اصلا في ساوث كارولينا ولا مشات لشي بلاصه اخرى؟ النهار السادس حتى هو غادي يدوز وحتى هو ما كاينه فيه حتى شي خبر على اليزابيث. غادي نوصلوا للنهار السابع، سيمانه بالضبط على الاختفاء ديال اليزابيث. غادي توقع واحد الحاجه اللي حتى حد ما كان كيتسناها ولا متوقعها. مامات اليزابيث غادي يوصلها واحد الميساج، والميساج كيقول: Hey mom, it's Lizzie. I'm in a hole in the ground near Charm Hill. It's near that dirt road where those big trucks go. Get the police. They'll be careful.
He has bombs hidden. الميساج وصل من عند إليزابيث. هادشي كيعني ان إليزابيث باقا عايشه. ماماها غادي تفرح. البوليس غادي يبداو الاجراءات وغادي يتبعوا رقم ديال التليفون ويشوفوا لوكاليزاسيون. ما عرفتش الصراحه علاش تاتلو شويه. وقيله في 2006 الا بغيتي تلوكاليزي شي حد وقيله كانت صعيبه شي شويه، ماشي بحال دابا. نهار 10 على الاختفاء ديال إليزابيث بالضبط، البوليس كانوا قراب من الغابه، غادي يسمعوا الغوات ديال شي بنت كتغوت بحال جهدها. غادي يمشيو بزاف يتبعوا الصوت، وهنا غتكون الصدمه، غادي يلقاوها بلي إليزابيث. وفعلا غادي يهزوها ويديوها للدار تفيق شي شويه، حيتاش كانت في واحد الحاله اللي هيستيريا بالبكا ملي شافتهم. قيله كتقول مع راسها واش هادو بصح بوليس وصافي غادي يعتقوها، واش داكشي اللي كانت فيه صافي سالا. إليزابيث مخلوعه ومصدومه وكتسول راسها واش بصح رجعت لدارهم ولا غير كتخيل. ماماها وباباها كيتسناوها غير تفيق شي شويه باش تقول لهم فين كان، والبوليس وحنا كنتسناوها حتى حنا نعرفوها فين كانت. اشنو وقع لإليزابيث هاد المده كلها؟ واخيرا إليزابيث غادي تبدا التحقيق. إليزابيث غادي تعاود شنو وقع بالضبط ليها نهار 6 سبتمبر 2006. إليزابيث كتقول بلي خرجت من المدرسه بحالها بحال اي نهار فعلا، ونزلت من الباص وتفارقت مع صحابها وجايه في الطريق، وكانت قريبه من الدار لدرجه انها كانت كتسمع الصوت ديال الكلب ديالها كينبح. وإلا قلنا الصوت ديال الكلب كينبح يعني السيده ما بقى لها والو، غادي توصل للدار. وهي كتمشى غادي يخرج لها واحد الراجل لابس اللبسه ديال الشارف في الامريكان، وخصوصا في دوك البلدات كيكونوا بحال شي نقولوا لهم بوليسي صغير بحال هكا. غتكونوا كتسمعوا هاد الكلمه ديال الشارف بزاف في الافلام ديال الخليع ديك الساعه في MBC 2 هذاك الشيء. غيوقف عليها بديك اللبسه وغيقول لها حقا ما حقا راه لقينا عند خوك المخدرات وخصك تمشي معانا. السيده ملي غادي توصف لهم شكون هو هذا الراجل غادي يلقاوه فينسون فيلياو. كيف ما كتشوفوا سيداتي وسادتي، مغتصب شمول ما خدام واصلا رشاشي، والبوليس كيقلبوا عليه هاد المده كلها، هاد الشهور الخانيين حيتاش تحرش بواحد الدري عنده 12 عام. إليزابيث ملي سمعت باللي الهضره فيها خوها والمخدرات وين غادي تخلع بغات تمشي معاه. وفعلا السيد تيقاسو وغيدير لها المينو وبقاو غاديين كيتمشاو، وهو يشد لها عنقها ربطوا لها بواحد القنبه وبقى داير لها الفردي من مورا ظهرها وقال لها بقاي كتمشي الا غوتي غادي نقتلك. السيده من طبيعه الحال مخلوعه وزاد تخلعت وبقات غاده وساكته لمده ديال شي ساعه تقريبا هكاك، وهما غير كيتمشاو حتى وصلوا جهه واحد الحفره تحت الارض. غادي ينزل لها لهاديك الحفره، غادي تلقى الناموسيه وغادي تلقى شي تخابيق ديالو شي 2 قنبولات وتلفازه صغيره. كيف ما كتشوفوا هذه هي التصويره ديال الحفره فين كانت إليزابيث. علم الله اش من ريحه كيفاش غادي تكون فيها. غادي ينزلوا بجوج في هذيك الحفره وغادي يحيد لها حوايجها ويربطها بالسناسل وغادي يغتصبها. مع الاسف كان هذا هو روتين ديال إليزابيث لمده 10 ايام. كان كيغتصبها من 2 حتى ل5 المرات في النهار، وكيدير لها قنبه على عنقها فيها قنبله وكيقول لها غادي تفرقعي الا حاولتي تهربي. وكل ليله كتفكر شنو غادي دير، ما عرفتش شحال ناوي اصلا يخليها تما. وكانت كتسمع بالبوليس ملي كانوا كيجيو هما والكلاب وكيقربوا شي شويه لجهه الحفره، ولكن ما كانتش كتقدر تغوت ولا دير حتى شي حاجه من طبيعه الحال حيت خايفه القنبه تفرقع لها في عنقها. تخيلوا معايا طفله عندها 14 عام مراهقه كاينه في حفره تحت الارض مع مغتصب عنده 37 عام وكل نهار كتغتصب في الطفوله ديالها بأبشع طريقه ممكنه. إليزابيث كتقول باللي كل ليله كانت كتفكر وكتقلب على شي حل وما بغاتش تخلي راسها في هذيك الوضعيه. إليزابيث بدات كتفكر شنو تقدر دير لواحد بحال هذا. وفعلا النهار الثالث بالضبط غادي تفكر بانها تبقى تكسب الثقه ديالو، وحاولت تخليه يحس بلي هي فرحانه معاه وبلي ولفاتو وكتهضر معاه زعما في دوك الحوايج اللي كيبغي. وبقات كل شويه كتقرب منه وكتناقش معاه مواضيع وكتبقى تجبد معاه الهضره لدرجه باش تخليه يحس باللي فعلا ولا قريب ليها. غادي تبدا تقول ليه بيبي باش يحس براسو بلي السيده راه فعلا ولا طايحه فيه. وفعلا الخطه ديال إليزابيث غادي تنجح، حيتاش في الاول كان كيخرجها من الحفره يتمشاو شي شويه حدا الحفره، ولكن في الاول كان كيدير لها القنبه وكيدير لها ديك القنبه اللي فيها القنبولات باش انها ما تحاولش تهرب. ولكن من بعد ملي بدات إليزابيث كتهضر معاه وكتحاول انها تكسب الثقه ديالو ولا كيخرجها وكيحيد لها القنبه
وفعلا اليزابيث واخا صغيره وعندها 14 عام كانت واحد البنت اللي كانت ذكيه بزاف، حيت ملي بدا كتلقى هكا كيدير لها القنبه بدات كتلوح شويه من شعرها وكتبقى تقيس تما بزاف باش تخلي الدي ان اي ديالها، حيت قالت لي كانت كتسمع البوليس والكلاب فاش كانوا كيدوزوا من تما كيقلبوا، ولكن ما كانوش كيوصلوا ليها بزاف حيت هي كانت بعيده. وفعلا اليزابيث غادي تكسب الثقه ديال فينسون بواحد الطريقه اللي كبيره بزاف. في واحد الليله سيداتي وسادتي اليزابيث غادي تطلب من فينسون واحد الحاجه. فينسون كان عنده تليفون نوكيا داك ديال شحال هذا اللي كان فيه داك الحنش، وفعلا فينسون غادي يخلي اليزابيث التليفون، وتما فين غادي تجيها الفكره باش انها تصيفط لماماها ميساج، وهو الميساج اللي شفناه قبيله، ولكن حنا شفنا غير ميساج ما شفناش المعاناه ديال الميساج. اليزابيث كتوصف الخلعه ديالها في ديك اللحظه وكيفاش كترعد وهي خايفه فينسون لا يفيق ويحس لها، حيتاش ملي كانت كتصيفط في الميساج وهما كاينين تحت الارض ما كاينش القطار ديال الريزو، وغادي تحاول انها تنوض كيف ما كتشوفوا انها غتقرب من الفوق ديال هذوك الدرجات باش تحاول تجيب شي شرطه صغيره ديال الريزو، وكيفاش انها خايفه هو لا يفيق وكيفاش كتسنى ريزو يجي باش الميساج يمشي. كتوصف ان هذيك اللقطه كانت من اصعب اللحظات في حياتها بزاف، كانت كتقول بلي دابا غادي يفيق ويقتلها. واخيرا الشرطه ديال الريزو غادي تجي والميساج غادي يوصل لماماها كيف ما شفنا. اليزابيث كتهضر على الصباح ديال داك الميساج اللي صيفطات بلي صباح الصباح والسيد طاق الاخبار كيتفرج زعما عادي ما خصو حتى شي خير، خاطف البنت وحاطه كيتفرج فيها في الاخبار واش لقاوها ولا مازال. المهم الاخبار داك الصباح غادي يعلنوا باللي ماماها وصلها ميساج من واحد النمره اللي غريبه. صراحه ما كنظن ان هذا هو اكبر غلط غادي يديروه البوليس، حيت نورمالمون ما خصوش يعرف التحركات ديال البوليس، واحد الخبر اللي خطير ما خصوش يتعلم بزاف بحال هكا. اليزابيث قالت ملي فينسون شاف الاخبار داك الصباح تعصب وبدا كيغوت شويه غايقول ليها باش غتنصحيني. اليزابيث مسكينه على سعدها غادي تقول لي بحال والو غيكونوا قربوا ليك، فمن الاحسن تهرب حيت انا ما غنبغيش نشوفك مشدود. قالت لي هاد الجمله حيت هي قالت بلي حسات بالبوليس قرب وغادي يكونوا تبعوا الرقم ديال التليفون ديالو وعرفوا البلاصه، يعني فعلا توادعوا وقالت ليه اي لاف يو. اليزابيث كتقول بلي خافت تخرج من مورا هذيك الليله اللي يكون باقي كيدور تما، وبقات فايقه حتى للصباح النهار الاخر. زعما ملي بغات تخرج كانت خايفه بزاف لا تقيس هذوك القنبلات اللي باقيين تما، وخرجت بشويه كتشوف هنا وهنا ما بان ليها حد، وهي تطلق الاحبال الصوتيه ديالها. ما خداتش وقت بزاف حتى وقفوا عليها البوليس وداوها. اليزابيث كتوصف اللقطه فاش وقفوا عليها البوليس باللي احسن لقطه في حياتها، حسات براسها بحال الا تولات من جديد. اليزابيث باقا كتعاود موراها بشي سوايع البوليس غادي توصلهم واحد لابيل من واحد السيده باللي شافت فينسون وكان باغي يشفر ليها الطوموبيل واخا ما فيهاش الساعات، وبقات كتغوت عليه وعيراتو. من موراها بشي 5 سوايع هكا البوليس غادي يلقاو فينسون كيتمشى في جهه الطريق السريع وشدوه. ملي غادي يبداو التحقيق في الاول غادي ينكر وغادي يقول بلي مسكين ما دار والو، هادشي كله مدير غير باش يطيحوه، قال هادشي غير واحد الدقيقه وهو يعترف. وقبل المحاكمه ديالو بشي سوايع وافق باش يدير واحد لانترفيو صغير نخليكم تنباهروا مع هادشي اللي غادي تسمعوا في هذا الفيديو. All of them come out in court anyway. Elizabeth, she's, I don't know how to say it, she's pretty much a wild person. Are you saying that she was a willing participant the whole time? Yeah, like she was on TV every time. It was exciting. It was like a vacation for her. I mean, we were having a good time. I mean, no more school for her, you know, it was just hanging out. غادي يسولوا اليزابيث واش غادي تبغي تحضري في المحاكمه ولا لا. I wanted to go. It was weird to look at Vincent because I kind of felt happy just because I knew that he was locked up and I'm sitting there in the courtroom while he's in jail. القاضي بقطات ما جا الوضع مقزز غادي يقول ليه I can think of no crimes short of murder more repulsive than these 17 different indictments and charges that have been brought against you. وغادي ينطق بالحكم 10 ديال التهم كتتعلق بالسلوك الجنسي الإجرامي ديال فينسون، وغادي يحكم عليه ب 421 عام. فينسون غادي يمشي للحبس
باش يدوز العقوبة ديالو، ولكن غادي يموت نهار 3 ماي 2021 على عمر 51 عام، يعني ما غيكملش العقوبة ديالو كلها، ولكن بعد على الاقل غيكون دوز واحد 25 عام ديال الحبس، والسبب ديال الموت ديالو ما معروفش. اليزابيث غادي تبان في بزاف ديال البرامج، ومن بعد غادي يدار فيلم على القصه ديالها، تقدروا تشوفوه. غنخلي لكم سميتو في الوصف اللي بغيت تفرج فيه، سميتو Girl and the Bunker. غادي تكمل قرايتها والكليه ديالها. I don't think you could ever really move past something like that happening to you. It's always going to be there, but as the years go on, things do get easier. Really just trying to live life to the fullest. Now that I have a child, I'm of course wanting to give him his best life possible as well. كانت هذه الحلقة ديالنا ديال اليوم. واش كتعرفوا شي حد قريب لكم تعرض لشي اغتصاب ولا شي حاجة في صغرو كيفاش كمل حياته؟ نشوفكم في الحلقة الجاية في رعاية الله. باي باي.